بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جايبه لكم فيديو حلو قوي ومفيد جدا. دي مشترياتي لخامات الحلواني او الحاجات اللي انا هعملها معاكم ان شاء الله للمشروع الصغير بتاعنا اللي هو جاتوهات والتورت الوسط. هنشوف معانا طبعا زي ما انتم شايفين والحاجات غليت وولعت زي النار، بقت حاجه يعني مش معقوله. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنشوف الحاجات اللي معانا وهنشوف الاسعار بتاعتها. هنشوف الخامات اللي عندي، طبعا حاجات بسيطه ومش مكلفه خالص، تقدري تعملي بيها مشروع صغير على قدك. طبعا لو كنت بتفتحي بيت صغير يعني ولا حاجه بتصرفي عليه، فالمشروع ده هيفيدك جدا وحلو قوي وهتنفذيه وهتكسبي منه فلوس كتير. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الاول عندي الاشكال دي بتاعت شوكولاته. طبعا دي ترانسفير، ده ورق الترانسفير ده حلو قوي برضو، بتحط فيه شوكولاته بعد ما بتسيحيها وبتطلع لك الاشكال دي. انا الصراحه ما حبيتهاش فكنت جايباها من فتره فعملت منها كميه كده والباقي ما عجبنيش. طبعا لو حابه انت تعمليها ما فيش مشكله، ممكن تقدري تجيبيها، هي مش غاليه يعني، حوالي الورقه ب5 جنيه وورقه كبيره جدا اهي دي، وانا واخده منها كمان حاجه دي حوالي 5 جنيه الورقه الواحده. وفي اشكال تانية كتير حلوة قوي، بس لو بتحبي الاشكال دي ممكن تنفذيها او تعمليها. عندي الكريسبي ده اللي هو الابيض، وعندي كريسبي بني وكريسبي ذهبي. كنت هجيب فضي بس الصراحه ما لقيتش اللون الفضي. القوالب دي ده الصراحه انا كنت شاريها برضو من فتره، عملت معاكم الشوكولاته باسهل طريقه اللي هي بمكونات في البيت. ده كنت شاريها على 15 جنيه. اشتريت ده يعني الصراحه التمن بتاعه تعبني جدا. ده ب35 جنيه، يعني الصغيرة دي، الحتة الصغيرة دي ب35 جنيه. وفي الأشكال الحروف والحاجات دي القالب عامل 60 جنيه، يعني زي كده بس فيه حروف وأرقام بالإنجليزي، عامل 60 جنيه. عندي السكرابرات دي أربع قطع دول شاريهم برضو. وكنت بعمل طبعا زي ما احنا كنا نشوف الفيديوهات، لو كنت بتتابعيني كنت بعمل بالمعلقه الاسباتيول والحاجات دي، يعني الخامات اللي عندي في البيت ما كنتش بشتريها. فدول اشتريتهم على 25 جنيه 4 قطع، يعني برضو في المعقول. واشتريت برضو الجيلو، ده جيلو شوكولاته وده جيلو الفراوله. طبعا انا مش شاريه الكيلو كامل، انا شاريه كيس جيلو فراوله وكيس جيلو مانجا. اهو ده الفراولة وده جيلو المانجا. طبعا انا ما جبتش كميات كبيرة منهم علشان احنا هنبدأ المشروع مع بعض، يعني مشروع بسيط جدا وغير مكلف. ده جيلو الفراولة وده جيلو المانجا. طبعا الاتنين بيجوا في علبة زي دي. العلبة دي على 45، في ناس بتبيعها ب50 وفي ناس بتبيعها ب60 و70 كمان، يعني على حسب المنطقة اللي انت منها. طبعا بيجي مثلا 2 جيلو مانجا او 2 فراولة في علبة زي دي، فانا اشتريت نص كيلو نص كيلو. الكيلو ده عامل 45 جنيه، في ناس بتبيعها من 45 والفوق. الشوكولاتة اهو، طبعا ده انا استخدمته برضو، جايبه كيس واحد. طبعا ده انا استخدمته جايبه منه كيس واحد. طبعا العلبة بستغلها بحط فيها اي حاجة. طبعا عندي الكريز ده، وعندي البيكنج باودر، ده البيكنج باودر العادي، وده كيك شيف، وده بيكنج باودر برضو بمحسن. طبعا الكيك شيف ده افضل من ده وافضل من ده، يعني انا جربت الثلاثه فلقيت الكيك شيف ده افضل من الثلاثه دول. وبيكنج باودر برضو حلو بس مش ما بيدينيش نفس النتيجه بتاعه الكيك شيف. وده محسن جل، ده بنحطه على السبونج علشان يعلى ويفتح معانا. ده الكيس ده عامل 8 جنيه، كان ب5 بقى 8 جنيه بس حلو، يعني تقدري تاخدي منه بدل ما تجيبي العلبة الكبيرة وتستخدميها ويبوظ الباقي. فده الكيس ده موفر وحلو قوي. طبعا دي حاجات للزينة للجاتوه والتورت. كنت جايبة المحسن ده، محسن سايب بالشكل ده بس باظ. ده شكله بقى ابيض اهو زي الكريمي، طبعا ده مش هستخدمه تاني، وجبت ده افضل من ده بكتير. ده بونو، ماركة برضو
بونو دي حلوه قوي. طبعا العلب بستخدمها بحط فيها اي حاجه من الحاجات دي. عندي برضو الباستر كريم ده بحطه على الكريمه علشان برضو تديني طعم، تعزز الطعم ويبقى حلو. وده الكاكاو، كاكاو خام برضو، ده ماركه حلوه قوي برضو، بتنفع معايا في الطرق الدفاعات. وده سكر صندوق، ده سكر الالوان ده طبعا كلنا عارفينه. وعندي الحاجات اللي هي الصغيره دي اللي هي كريسبي بس الكبيره، انما دي عندي الصغيره ودي الكبيره، ومعاهم اوريو، ده كنت باقي يعني عندي فقلت اصورها لكم. ده شوكليت شيبس برضو، لو حابه تسيحيه وتحطيه في القوالب دي او تعملي بيه اي حاجه. وده برضو السكر الالوان اللي هو ده، وفي منه اللي هو البني بجيب ده وحده وده لوحده. ده طبعا لو هعمل حلويات رمضان او مخبوزات رمضان والكحك والغريبه والحاجات دي بستخدمها فيه، والبيتي فور. وعندي الشوكولاته دي برضو انا كنت جايبه اللي هي فيينا، كنت جايبه شوكولاته سايبه اللي هي كنت جايبه حوالي نص كيلو كده او كيلو الا ربع يعني. فصراحه ما لقيتهمش، شكلهم ولادي كلوهم. فجبت القالب ده، القالب ده عامل 20 جنيه، طبعا 200 جرام برضو حلو يعني قد الغرض. وده جبت برضو لبن بودر علشان برضو ممكن يتحط هو او الباستر كريم على الكريمه طبعا. وجبت السمسم ده والحاجات دي لحاجات رمضان برضو، لحلويات رمضان، وكركم والزبيب وجوز الهند. وده دقيق الاسبونج، طبعا بيجي معاه ورقه زي دي اهو. ده المفروض ده نص كيلو، نص كيلو دقيق اسبونج بيتحط عليه 6 بيضات ونص كوب ماء، طبعا بيكون متلج، وفانيليا ومحسن لو عندك يعني محسن. نضرب المكونات كويس جدا في المضرب او العجان بتاعك لمده 10 دقائق، وبعدين هتحطيه في صينيه حوالي 24 او 26 او صاج كبير مقاس 30 في 40. بعدين يعني سخنه على درجه 180 درجه لمده 30 دقيقه او 40 دقيقه. طبعا الحاجات دي بتيجي مع الاسبونج نفسه. طبعا هنعمل الاسبونج ده مع بعض هنشوفه. طبعا انا جايبه كيلو نص ونص. طبعا لو الشغل فتح ان شاء الله والموضوع كبر ان شاء الله هجيب اللي هي الشكاره اللي بتبقى 10 كيلو. وده طبعا كريمه خام، دي الكريمه اللي هي بدون سكر، ده كيلو. انا جبت كتير عشان بحب الصراحه الكريمه، بعملها في حاجات كتير فبجيب بكميه كبيره عشان ما بقدرش استغنى عنه. ده كوبايه كريمه ونص كوبايه سكر ونص كوبايه ميه ساقعه متلجه، بضربهم، ولو حسيت ان القوام تقيل بضيف نص كوبايه كمان فيديني القوام اللي انا محتاجاه. بحط معلقه باستر كريم او لبن بودره، بيطلع لي القوام حلو وبيطلع لي طعمه جميل ومعزز كده للطعم. طبعا عندي جبت برضو البيض ده طبعا بقي حاجه غير معقوله، البيضه بقت ب5 جنيه. عندي الالوان دي، ده اللون احمر شاريه برضو جديد، وده كان عندي. وعندي اللون الاحمر والاخضر دول ممكن نستخدمهم مع بعض في حاجات كتير. طبعا ده طعم البندق، برضو شاريه من بتاع خامات الحلواني، برضو هنستخدمه في كحك الليل. والفانيليا السايله دي برضو حلوه قوي، احسن من البودر بكتير. انا استخدمت الاثنين، فالسايبه دي احسن من البودر. عندي القمع، انا جايبه ال3 اشكال دول، جايبه ال3 اشكال دول، وده الرابع الصغير بشتري دول. ده برضو شكله عجبني، اللي هو الشكل بتاع بلح الشام، ودي الورده بتاعته اهي. وشاريه ده برضو رقم 6 اف تي، برضو الشكل ده انا بحبه، اللي هو المشرشر قوي ده، شكله جميل بتاع البيتي فور. طبعا الشكل الصغير ده حبيته برضو، ممكن نحزم بيه التورته بالكريمه، بيبقى شكله حلو وصغير كده وما بيهلكش كريمه كتير معايا. طبعا والكياس اللي هي بتاعت الحلواني برضو بس مش لاقياها، اللي بجيبها اللي هو الكيس بجنيه، ده بيقضي الغرض معايا برضو، بغسله بعمل بيه تاني، ده مش بيعمل اي حاجه يعني، وشكله حلو وبستخدمه كتير. دي كانت كل المشتريات بتاعتي، طبعا حاجات بسيطه ومش مكلفه قوي يعني، مثلا الكريمه كيلو، الاسبونج كيلو، الحاجات دي بكل حاجه ب5 جنيه مثلا، انما العلب دي ب5، والعلب الكبيره ب10. ممكن تجيبي ب5 و5 و5 برضو هيأدي الغرض. ممكن تجيبي كيس واحد مثلا او كيسين من الجيلو برضو لحد الوقت ما يمشي معاكي كده، وتجيبي واحده واحده.
طبعا الكاكاو برضو ده الحبة دول ب5 جنيه، ممكن تجيب ب5 بس انا جايبه ب10 عشان ممكن استخدمه. والحاجات دي في حاجات هتقعد معايا كتير زي السكرابرات دي بتقعد معايا فترة. ده برضو بيقعد معايا مش هالك. طبعا لو الموضوع اشتغل معاكي هتجيبي منه فلوس حلوة، وتجيبي قد الكمية دي مرة واثنين وثلاثة واربعة. آه، مش عارفة انا ناسية حاجة ولا لا. طبعا سكر، انا بستخدم السكر اللي هو مش الخشن الاصفر ده، لا هو الابيض ناعم شوية، ده اللي هو بستخدمه في الحلويات طبعا علشان الحاجة تبقى فاتحة والسبونج يبقى فاتح. هنعمل مع بعض السبونج بالدقيق العادي، هنعمل السبونج اللي هو الجاهز ده. هنشوف الطريقتين مع بعض. انا نزلت لكم طريقة السبونج الدقيق الجاهز. أنا ان شاء الله هنزل لكم السبونج بالدقيق العادي، برضو طريقة حلوة وغير مكلفة ومريحة جدا، ونتيجتها برضو حلوة قوي. معلش اذا كنت طولت عليكم الفيديو، بس كنت اتمنى يعني انزل لكم الفيديو ده من فتره علشان الكل يستفاد، وهنبدا مشروع مع بعض. لو انت قاعده في البيت وعايزه تبداي مشروع وما تطلعيش من البيت، فده هيفيدك جدا. اتمنى لو وصلتي لحد كده في الفيديو تضغطي لي اللايك وتشتركي في القناه، علشان لسه هننزل فيديوهات حلوه قوي ومفيده وهتحبوها وتستفادوا منها جدا. وهقول لكم على مشاريع تانية برضو هتستفادوا منها وهتحبوها وهتنفذوها، علشان هي سهله وبسيطه وغير مكلفه. بس كده يبقى فيديو النهارده علشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. شكرا ليكم وشكرا للمتابعين اصحابي طبعا على راسي من فوق. لو في اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم. واتمنى الفيديو النهارده يبقى خفيف وتستفادوا منه. اتمنى لو فعلا استفدتي من الفيديو ده تضغطي لي لايك وتشتركي في القناه علشان يوصلك الفيديوهات الجديده اللي انا هنزل. اي تعليق نقد او دعم او اي حاجه اكتبوا لي، انا بقبل كل التعليقات بصدر رحب كده. وطبعا كلنا اخوات ومش بنزعل من بعض، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.